السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة الفراخ البانيه والمكرونة الأندومي. هنعملها في البيت كده بطريقة صحية ولذيذة هتعجبكم جدا. أحسن بكتير من بتاعة بره، وهتوفر علينا الأضرار بتاعتها. وهوريكم بقى الطريقة. أول حاجة خالص هنبدأ نعمل البانيه. طبعا بنغسله كويس جدا بملح وخل، ونعصر عليه عصرة ليمونة كده عشان تضيع الزفارة بتاعته. والتتبيلة أنا بحط بصلة واحدة وملح وفلفل، بحطها في التلاجة ساعتين بس كده، مش بحط أي توابل تانية على البانيه، مش محتاجة يعني. تمام. بعد كده بقى ببدأ أحضر، اللي بحط حوالي نص كوباية كده من الدقيق وعليها فيجيتار. ممكن بدل الفيجيتار نجيب بقسماط، ومعاها معلقة من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة ملح، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة كمان من البهارات السبعة. ونقلب المكونات دي كلها مع بعض. يبقى أنا حطيت دقيق، وحطيت فيجيتار أو بقسماط، ومعلقة من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر، وملح وفلفل وبهارات. تمام كده. خلاص التتبيله بتاعت اللي انا هحط فيها الفراخ جاهزه. وبعدين بجيب بيضه كده زي ما انتم شايفين، وعليها شويه ملح وفلفل. بحط بقى الفراخ في البيض الاول، وبعد كده بحطها في التتبيله بتاعت الدقيق والفيجيتار دي. تمام كده. اكمل بقى الكميه كلها بنفس الشكل ده، هتطلع معاكم احلى فراخ. والنشا خلي بالكم انا ضفت المعلقه علشان النشا بيثبت القشره بتاعه الفراخ، يخليها ما تفكش، وتعمل فوليوم حلو جدا مع البيكنج باودر. بصوا طالعه لونها ذهبي وجميل، وبصوا السمك بتاعها حلو قوي. بحمرها بقى كده على الجنبين. وفي الوقت ده ببدأ بقى أسلق المكرونة بالطريقة العادية خالص، مكرونة أسباجيتي. بسلقها في شوية مية، وأحط ملح وشوية زيت، واسيبها تتسلق بالشكل العادي خالص خالص. وفي الوقت ده هبدأ أحضر التتبيلة اللي أنا هعمل بيها الأندومي. بجيب شوية من الزيت، ومعاهم مرقة دجاج، وبحط معاها معلقة من الملح، وهنحط معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة كمان من البهارات السبعة. واي بهارات عندكم عايزين تحطوها حطوها، بهارات فراخ، بهارات لحمه، الحاجه اللي انتوا بتحبوا تخلوا بيها طعم الاندومي حطوها. وحطيت شويه شطه للي بيحب الاكل سبايسي. تمام. خلاص كده التتبيله جاهزه. وهضيف معاها كمان ربع معلقه كده من الصلصه، دي اختياري، اللي عايز يضيفها اوكي. وبعد كده طلعت المكرونه صفيتها من الميه، وبعدين رحت جايبه شويه ميه تانيين وغليتهم وحطيت فيهم المكرونه. تمام. ميه نظيفه تانية غير اللي صفيتها في الاول. حطيت ميه تاني على النار، وحطيت فيها المكرونه، غلت غلوه واحده، ورحت حاطه بصوا التتبيله بقى بتاعتي على المكرونه، واسيبها برضو تغلي غلوه كمان بالتوابل اللي احنا حطيناها دي. وكده الاندومي بقت جاهزه، خدتش اكتر من 10 دقايق معانا، وحاجه لذيذه كده، والولاد هيحبوها احسن من الاندومي بتاعت بره بكثير. تمام. طيب بعد كده خلاص انا المكرونه بتاعتي بقت جاهزه. بقدمها بقى في طبق التقديم. والفراخ بصوا شكلها حلو قوي ما شاء الله، وجميله ازاي. جربوا كده الوصفه بالطريقه دي، وعايزاكم تقولوا لي رايكم. ولو الفيديو عجبكم قولوا لي رايكم كده في الكومنتات، وشيروا الفيديو. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل صلاه وسلام. وشكرا جدا على متابعتكم وعلى تشجيعكم دايما ليا. مطبخ منا النادي.